أعضاء نادي النصر الكرام، انتخابات نادي النصر المقرر لها يومي الخميس والجمعة القادمين تشهد منافسة من نوع جديد على رئاسة مجلس الإدارة، حيث ترشح الدكتورة سحر عبد الحق على منصب الرئاسة في حالة ربما لم تشهدها الأندية. الدكتورة سحر قدمت خدمات لنادي النصر وأعضائه من خلال اللجان المتطوعة في الفترة الماضية، وهي فترة رئاسة معينة. لنا لقاء مع الدكتورة سحر عبد الحق لتقدم لنا البرنامج الانتخابي لها. أهلا دكتورة سحر. أهلا بيكم، شرفتونا. حضرتك ممكن تقدري تتكلمي عن البرنامج الانتخابي؟ البرنامج الانتخابي لنادي النصر هو البرنامج الانتخابي إنشاء حمام أولمبي مغطى للسيدات، تكملة إنشاءات دكتور عمرو اللي بدأها في الفترة السابقة. إن شاء الله هنهتم بالنشاط الرياضي والنشاط الثقافي والاهتمام بالأنشطة الأخرى في النادي ونعلو بيها. الفكرة اللي احنا دايما بنركز عليها هو ان احنا نهتم باللاعب نفسه، يبقى عندنا لعيب أولمبي نفتخر بيه منذ البداية، يعني منذ دخوله النادي واحنا بنهتم بيه. فكمان احنا من خلال شغلي الفترة اللي فاتت بقالي سنة في اللجان التطوعية عملنا خدمات كتيرة قوي للنادي، منها خدمات طبية، وخلتني افكر كتير قوي ان احنا نعمل مركز علاج طبيعي علشان معظم هنا لعيبه بيحصل لهم اصابات، ودي هيوفر على النادي مبالغ، وفي نفس الوقت وقت ان الكابتن يطلع او الاداري يطلع باللعيب بره، فدي هتبقى حاجه كويسه لينا قوي ان احنا نعمل مركز زي. كمان فكرنا ان كل عضوات النادي هم اكتر الناس اقبالا على النادي، فمعظمهم معاهم اطفال صغيره، فبيبقوا مش عارفين الاطفال دي عايزين يمارسوا رياضه ومش عارفين يعملوا ايه. فاحنا فكرنا برضو في كيدز كورنر يسيبوا اولادهم فيه ويتمتعوا بالتراك. دكتور عمرو عامل تراك جميل جدا ويستمتعوا بيه ويحاولوا ان هم يخسوا. وجبت لهم انا اطباء تخسيس، وكل اسبوع عندنا ندوه هنا. النهارده كان فيه هشاشه قياس هشاشه، الاسبوع اللي قبله كان فيه بيوتي سنتر كان جاي عامل خصومات جميله للسيدات. طبعا انا بهتم بالسيده اولا واخيرا، لكن جميع الالعاب اهتمامي بيها هيكون على طول يعني تحت النظر. يعني دكتورة سحر، انت مش شايفة ان انت كسيدة بترشح نفسها لرئاسة نادي دي حاجة مش مخوفاكي؟ لا، هي مش مخوفاني، لان المرأة نزلت مجال العمل وبتشتغل في كل المجالات، وبعدين خلاص بقت المرأة وزيرة وقاضية واعتلت كل المناصب يعني. لكن وجود راجل وامرأة في مكان العمل او في منافسة دي مش مخوفاني. بعدين تشجيع دكتور عمرو ليا مخليني مش خايفة يعني. طب عندي سؤال بيدور في اذهان الناس كلها، هل رئاسة النادي مورثة لعيلة عبد الحق؟ يعني كل الناس ممكن تقول كده، انت ردك ايه على سؤال زي ده؟ ردي انها الترشيح للرئاسه ده انتخابي، يعني مش تعيين. يعني دكتور عمرو ما قالش هعين دكتوره سحر رئيسه مجلس اداره، ده صندوق وفي انتخابات وفي عقول، كل واحد من العضو من اعضاء الجمعيه العموميه من حقه يختار مين، سيده او رجل، وبعدين انا قدامي منافسين والصندوق هو اللي هيحكم. طيب خير، عندي سؤال بقى، انت ما تعلمتيش من الدرس اللي خده دكتور عمرو؟ يعني قابل مشاكل وقابل قضايا ودخل في حاجات كتير عشان يطلع بالنادي، كلنا عارفين ان هو عمل طفره جامده جدا وقابل مشاكل كتير. انت باعتبارك ست قادره ان انت تواجهي الحاجات دي تاني؟ بالعكس، الدكتور حفزني اكتر اني لازم اخد التجربه واكمل مسيرته، بالظبط كده زي شخص بنى بيت، حيطان، جدران، ناقص السقف. فيعني انا مستخسره مجهود اخويا ده كله، وعايزين نكمل النادي، نكمل الانشاءات، نكمل وعود دكتور عمرو اللي قالها. النادي فعلا حقق مركز بالفريق الاول لكره القدم، والناس عرفته بفريق كره القدم. عايزين نطلع لممتاز الف، عايزين نبقى حاجه كبيره قوي، عايزين اللعب الاخرى برضو نحقق فيها بطولات
بطولات، احنا حققنا بالفعل بطولات في كذا لعبه. وبرضو عايزين نهتم بالنادي من كل الجوانب، الجانب الاجتماعي والثقافي ده مهم جدا. وان شاء الله ايدي بايد دكتور عمرو هنخلي النادي فعلا من الانديه الممتازه. يعني افهم من كده ان انت بتشتغلي من خلال الدكتور عمرو، ودكتور عمرو ما زال موجود في النادي معانا، وان احنا بنكمل مسيرته. بس عايز اسالك سؤال، انت عارفه الانتخابات فيها بعض مشاكل وخبائث، وفي ضرب من تحت الترابيزه ومن تحت الحزام، ازاي هتواجهي ده كله وانت ست؟ كلميني عن كده. لا، هي في كل المجالات في منافسة، وفي كل المجالات في حرب، لكن ربنا الموفق، وانا بعمل اللي عليا والباقي على الله. والله انا بثق جدا في اعضاء النادي، وبثق جدا ان مين هم شايفين الاصلح ليهم يختاروه، وربنا هو الموفق. يعني انا مش خايفه من حرب يعني. فان شاء الله انا حتى لو ما كسبتش، انا في اللجان التطوعيه هخدم النادي برضه. ودكتور عمرو نفس الحكايه، هو بره النادي وكان بيخدم النادي من قبل ما يتعين حتى سكرتير عام النادي، هو كان بيخدم النادي وبيتبرع للنادي كمان. طب هو في سؤال اخير بس، كل الناس كانت بتشتكي من العضويه المفتوحه وامن النادي، ودي اخطر مشاكل موجوده في النادي. يعني انت اتكلمت حضرتك على الانشطه كلها، وهتهتم بالانشطه والرياضات والفريق الاول اللي احنا فعلا بنتشرف بيه، لكن عايز اعرف اهم مشاكل النادي اللي هو الامن والعضويه المفتوحه. يا ريت حضرتك تكلميني عنه. هو اولا ما فيش حاجه اسمها عضويه مفتوحه. الجهه الاداريه بتبعت لنا تقول لنا انتوا ليكوا نسبه معينه من العضويه بتاخدوها كل سنه، احنا بنلتزم بيها، وعدم الالتزام بيها فيها مخالفه، وده ما بيحصلش. ما جاتلناش قبل كده مخالفه ان احنا اخدنا عضويه زايده. دي اول حاجه. تاني سؤال، الامن حالنا حال البلد كله، واهم حاجه تكون في اداره كويسه. وحضرتك عارفه ان دكتور عمرو بقاله فتره مش موجود في النادي، فان شاء الله اذا توليت او حد من الزملاء تولى، دي اعتقد ان الحال هيتغير يعني. دكتورة سحر، احنا في النهاية بنتمنى لك التوفيق، وبنتمنى للنادي النجاح والتوفيق، وفي ظلك ان شاء الله او ما يتولى رئاسته احنا كلنا عايزين الصالح العام لنادي النصر. متشكرة جدا لحضرتك. متشكرة جدا، وايدي بايدكم يا اعضاء نادي النصر. طب وجهي كلمة لنادي النصر واعضاء نادي النصر من خلال موقع نادي النصر الرياضي. أعضاء نادي النصر، بكل الحب والتقدير، أنا برشح نفسي ليكو. صحيح أنا أخت دكتور عمرو، بستمد قوتي من دكتور عمرو، وإن هو بيشجعني إن أنا أكمل مسيرته. أتمنى أكون عند حسن ظنكم، أتمنى إن أنا أحقق لكم اللي أنتوا متطلباتكم. أول حاجة هنشئها هي لجنة الشكاوي والمقترحات، وهي مكونة من لجان متطوعة في النادي مع موظفين في النادي. أي شكوى ليكوا هتقدموها لي مكتوبة، وردي هيكون مكتوب ليها في خلال أسبوع برد عليكم. وأتمنى لكم كل الصحة، وأتمنى لكم أنكم تتواجدوا يوم الانتخابات في الجمعية العمومية يوم 27 و 28. شكرا. سحر عبد الحق.